أسألكم بل أنتم قوم مسرفون ومن أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون واتخذوا من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني شفاعتهم شيئا ولا Untuk video. إلا الذي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من Ada yang dipegang. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لطمسناهم على ومن نعمره ننكسه في الأرض أفلا يأكلون وما علمناه السحر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقناكم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم يا جميع الشتات ويا مخرج النبات ويا محيي النظام الوفات ويا موجب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا مفوض القربات من فوق 7 سماوات ويا فاتح خزائن الكرامات ويا مالك الهوائج العالمين ويعلمك الأصوات وأحاط علمك بكل شيء. نسألك اللهم بقدرتك على كل شيء وباستغناء إنك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما به سألناك وبحق سورة ياسين وبحق الاسم الأعظم وبحق القلب القرآن وبحرمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأنصاره وأزواجه وذريته وقربته وآل بيته أجمعين. اللهم يا من نوره في السر وسره في الخلق احفظنا من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين كما حفظت روحك في الجسد إنك على كل شيء قدير.
ربنا تتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah membacakan surah Yasin beserta doanya yang dibacakan oleh Hafidz Fahril Jamrizki. Selanjutnya mari kita dengarkan tausiah yang akan dibawakan oleh Ikhlasul Amal. Kepada Ikhlasul Amal dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ada penghormatan saya kepada Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 24 Banda Aceh beserta wakil, Dewan Guru beserta staf, hadirin hadirat yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan, serta muslimin muslimat mukminin mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya berbagi sebuah judul pidato dengan judul takwa dengan silaturahmi. Berbicara tentang takwa, pasti semua orang ingin mendapatkan predikat ini. Karena takwa merupakan sebuah gelar istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang telah melaksanakan serangkaian ibadah dengan sempurna dan melaksanakan seluruh perintah Allah serta meninggalkan seluruh larangannya. Takwa bermakna mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi larangannya,
melaksanakan perintahnya, dan meneladani sifatnya sesuai kemampuan manusia. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 4 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dari ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan beberapa ciri-ciri orang bertakwa. Yang pertama, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada hal yang gaib yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia, seperti salah satunya malaikat dan hari akhirat. Yang kedua, yang mendirikan sholat sebagaimana mestinya. Yang ketiga, dan menafkahkan sebagian dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, kaum kerabat, dan sebagainya. Yang selanjutnya, kemudian dan mereka yang beriman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, seperti yang kita ketahui, yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Dan yang terakhir, orang-orang yang percaya akan adanya kehidupan akhirat. Apakah ciri-ciri itu ada dalam diri kita? Maka jawaban itu dapat Anda peroleh pada diri Anda sendiri. Di dalam Al-Quran juga Allah memberikan kita cara untuk bertakwa, seperti pada sebuah surat di dalam Al-Quran yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha melihat. Dari ayat di atas ada sebuah hikmah bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk meraih predikat takwa. Maksud di sini ialah kita diperintahkan menyambung tali persaudaraan, mengeratkan silaturahmi, maka Allah akan memberikan predikat takwa dan pahala yang berlipat ganda. Berbicara tentang silaturahmi merupakan judul dari makna menyambung, mengeratkan tali kasih sayang dan tali persaudaraan. Silaturahmi dapat dilaksanakan dengan apa saja menurut syarat dan ketentuan yang ada. Salah satunya menanyakan kabar dengan kaum kerabat, saudara terdekat maupun kawan-kawan sekalian. Jadi mari dari detik ini kita mengubah diri yang sebelumnya kita tidak pernah bersilaturahmi, maka marilah sama-sama kita menyambung kembali, mengeratkan kembali tali silaturahmi. Karena Allah menyebutkan kita diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kita saling mengenal. Kadang hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman semua. Saya akhiri undur maqala wala tandur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita dengarkan hafalan surat pendek yang akan dibacakan oleh Maryam Hafiz Batusat pada mereka dipersilahkan.
Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat An-Naba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين عالية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها
كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى وأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأشقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Hafiz, Ihsan, dan Maryam. Selanjutnya mari kita dengarkan salawat yang akan dibawakan oleh siswi kelas 6C. Kepada mereka dipersilakan. Coba diam sebentar. Dengar itu. Orang senang kawannya bisa seperti itu.